بكل صراحة كاينين بعض الدول اللي ما كيحملوش المغرب وبغاوه يشوفوه دائما يبقى، يعني المغرب ديال 1975 1980، يعني يبقى في ذاك العهد وما يتحركش وما يتقدمش وما يدير والو، يبقى فهمتيني ولا لا، بلد فقير وما عندوش اصلا، ما كاين لا ثروات لا والو، يبقى فقير، يبقى ديما يعني محتاج ليهم. للاسف هاد الدول يعني دول يعني دول مسلمة ولا هذا، كاين بعض الدول اللي ما بغاوش المغرب يتقدم. كاينين كيحسدوا المغرب وكيغيروا عليه في التقدم ديالو في جميع المجالات، في المجال الرياضي، يعني المجال السياحي، القطاع السياحي، القطاع ديال الصناعة، القطاع بزاف ديال القطاعات. يعني كاينين بعض الدول، حنا كنشوفوا هذا الشيء لان الدول حتى هي كتغير بحال بنادم، كتغير وكتحسد وفيها الحقد. كاينين هاد الدول هادو، كاينين كنشوفوها كنشوفوا لان الاعلام الرسمي ديالها بالتصرف اللي كيدير كيبان، لان الاعلام الدوله هو الاعلام الرسمي ديالها في بالنسبه للتوجه ديالها وشنو والسياسات ديالها تجاه الدول، هو الاعلام الرسمي ديالها. حنا كنشوفوا هذا الشيء، كاين هاد الدول مبغاوكش تقدم، مبغاوكش تبدل، ما بغاوكش. لان في بعض واحد الخطاب ديال صاحب الجلاله قال فيها بان اللهم كثر حسادنا، قالها في واحد الخطاب، لان رانا كاينين، بغيتي ولا كرهتي راه كاينين، وهذا الشيء راه كيبان في الاعلام، وهذا الشيء كنشوفوه. ما معنى انا كتجي تلعب واحد المقابله ديال كره القدم وتجبد شي حوايج وتقول باننا لا احنا هما الأوس، انت واحد ما جبدك، حتى واحد ما هضر عليك، انت بديتي كتبين ديك الحقد ديالك باننا انت وحنا اسود، حنا كذا، حنا اللي درنا، حنا اللي فعلنا، كيبين بان الحقد ديالك واحد الدوله اللي اصلا ما لعبتيش معها كره، ولو لعبتي ما تقصيتي وقصاتك، راه خصك تهضر من الناحيه الكرويه، ما تفوتش حوايج اخرى. هادشي كيبين، وللاسف بان بحال هاد التصريحات اللي كيعملوا بحال هاد الناس هادو، كتلقى اعلام الاعلام الرسمي ديالهم كيمشي مع هاد التوجه، لانه كاين حنا، انا اعوذ بالله ما قلت، انا وبزاف ديال الناس كنعرف هاد الدول، بغيت نسميهم، اللي ما بغاوش المغرب يزيد لقدام، بغاو يكونوا هما قويين، لا في يعني في هاد المنطقه هذه اللي حنا فيها في الافريق، بغاو هما يكونوا قويين على جميع الاصعده، العسكري، فهمتي، الاقتصادي، في اللي بغيتي، بغاو هما يكونوا قويين ويفوتوا. ولكن المغرب فهمتيني ولا لا، كيخدم بحال دابا هاد الملاعب اللي تبناو، بزاف ديال المشاريع، الطرقات، لي زوطوروط، بزاف ديال المنشآت كيتبناو بابناء ولاد المغرب بشركات مغربيه. هاد الشيء هما ما كيبغيوش، ما كيستحملوش. خصك دائما انت تبقى تحت الصباط. صحيح كاين بعض القوى الاحتلاليه والاستعماريه كذلك حتى هي بغات دائما هاد البلدان يبقاو تحت الصباط، هاد الشيء كاين واقع، لكن اللي كيبقى فيك هو التواطؤ ديالهم مع الدول اللي هي كيقول مسلمه، دول ربما تكون في الجوار، ربما في الاقليم، نفس الهضره، نفس اللغه، نفس كذا. علاش هادشي كاين وكنشوفوه، وكان شحال هادو باقي وغيبقى، لان هادشي ماشي عادي، حنا تنشوفوه وتنعرفوا هادشي ماشي عادي. حنا شنو خصنا الوعي الداخلي هنا ديال المغرب، خصنا اعلام يكون اعلام موجه، يكون قوي، يكون خاص، يكون ديال الدوله، يكون خاص. المهم تكون الدوله ضروري تدخل فيه وتوجهه شيئا ما باش يدافع على الصوره ديال المغرب، فهمتي ولا لا، بالشكل اللي هو كاين الان. خلينا من الاعلام التقليدي ديال شحال هادي تسنى الاخبار فاش يكونوا، لا حق واحد القناه خص يكون في واحد البرنامج، لا. الان مواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك ويوتيوب، بزاف د المواقع اللي خصك تدخل فيه الاعلام الرسمي، او المهم اعلام، يعني قنوات فضائيه ولا هذا، اعلام يكون قوي وموجه وكاين، يكون في جميع اللحظات يبين المغرب على شنو هو شكون هو المغرب، التاريخ ديالو، المستقبل ديالو، الحاضر ديالو، الحاضر اللي كيعيش فيه، المنجزات في جميع المجالات. هذا الشيء خاص وكاين خصو يدار باش يكون واحد التوازن. هذا الشيء كنشوفوه حنا، كنشوفوا المغاربه يعني كيجيبوا، يعني كيعرفوا اعلاميين ديال بعض الدول اجانب اكثر ما كيعرفوا الاعلاميين ديال بلادهم. هذا الشيء كاين، كنعرفوه حنايا، كيعرفوا اعلاميين اجانب ديال لا هذا قال فينا هضره زوينه، هذا قال فينا هضره خايبه، هذا وكيجيو لهنا كيستقبلوهم. لا انت كتقول هذا اي يوتيوبر واكلين الخبز في المغرب كيقولوا كلام زوين، جوج كلمات على المغرب، تيجي هنا تيستقبلوه. بزاف. هذا موضوع غندير عليه فيديوهات، لان هادشي كثير بزاف. علاش؟ لان الاعلام ديالنا ولا فهمتيني ولا لا، الدوله ما دخلاتش، او لا المهم الاعلام ديالنا ما كاينش، خلا واحد الفراغ قدو قداش، وجاو الاخرين اليوتيوبر عمروه، للاسف اجانب، ماشي حتى مغاربه.
وكنتمنى أنا ديال النظرة ديالي للأمور، خص ضروري إعلام يكون قوي، إعلام تصدي، إعلام كاين شي حاجة قليلة كتبان فهمتيني، ولكن داك الشيء لا يشفي الغليل. ولهذا كتشوفوا اليوتيوبر طلعوا بزاف هما اللي عندهم فهمتيني، ولاو معروفين وكيهضروا في هذا الشيء لأن ما كاينش إعلام اللي هو قوي. حتى دوك اليوتيوبر راه مجهود فردي، ما كاينش شي داعم زعما ولا. كنتمنى هذا الشيء يتبدل، وراه المغرب راه غادي مزيان في جميع المجالات. كما كنقول دائما في الفيديوهات ديالي، المغرب 2025 2026 ماشي هو 2000 المغرب 2030 2035، مغرب آخر. وكنتمنى الخير لبلادنا وديما مغرب وعاش الملك. والسلام عليكم ورحمة الله.